وانا بتوقع ان كولر النهارده هيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، عمر كمال ويحيى عطيه الله على الجنبين، قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. اي نعم عليهم لغط كبير بس هم دول اللي هيبداوا. وفي نص الملعب انا اتوقع ان هو مش هيغلط غلطه الماتش اللي فات، هيبدا في نص الملعب بمروان عطيه وامام عاشور وقفشه. وفي الهجوم هيرجع وسام ابو علي يكون اساسي مع حسين الشحات ناحيه الشمال وبيرسي تاو ناحيه اليمين. وفي توقعات لتشكيل الزمالك وجوميز بيفكر في ايه، هيبدا بمحمد عواد في حراسه المرمى، بنتايج ناحيه الشمال، واللي راجع من الاصابه عمر جابر ناحيه اليمين. وفي قلب الدفاع المسلوسي وحسام عبد المجيد. وفي نص الملعب وهي دي الازمه اللي موجوده، هتعمل ايه يا جوميز؟ هتجيب محمد شحاته من ناحيه اليمين ولا هتثبت زياد كمال؟ انا من توقعاتي ان هو هيثبت زياد كمال عشان يخلي محمد شحاته معاه ورقه يدفع بيها في اي وقت، جنبه عبد الله السعيد وناصر ماهر. وفي الهجوم زيزو ناحيه اليمين، سيف الجزيري قدام، وفي ناحيه الشمال هيبدا بمشلاه.